يسعدنا أننا نوثق هذه المرحلة ونستضيف أيضا في هذا اللقاء أمير الشباب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب. نتحدث مع سموه لنوثق هذه المرحلة الهامة، وهي مرحلة بالفعل كانت إنجاز ليس للمملكة العربية السعودية، إنما كانت بالفعل للعرب ككل. وأطلقنا على هذا العمل وعلى هذا الإنجاز السياد آسيا وسفراء العرب. أولا وقبل كل شيء أحب أشكركم جميعا على هذا البرنامج وعلى هذا الفيلم الوثائقي الذي سيوثق انتصار فريق أو منتخب المملكة العربية السعودية. الحقيقة قبل ما أدخل في أي تفاصيل أقول أنه هذا النصر أو هذا الفوز هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وهذا التوفيق اللي الله سبحانه وتعالى دائما يمن به على عباده ليس فقط في مجال الكرة، إنما في مجالات متعددة كثيرة، جعلنا جميعا نعمل بروح الشخص الواحد. يعني أنا أعتقد بل جازم أنه هذا الفوز بعد توفيق الله جاء للعمل المشترك من جميع الإخوان، سواء من إداريين أو مدربين أو لاعبين. وفي نفس الوقت لا ننسى أهم عامل في هذه الدورة وهو الجمهور السعودي. كان الجمهور السعودي هو بطل رئيسي وحقيقي، أضاف كما شاهدنا في هذه الدورة إلى عطاء المنتخب الشيء الكثير. بصفتكم أيضا مسؤولين عن الاتحادات العربية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، فما هي أيضا الأمور الهامة في ذهنكم حتى تحافظوا على هذه المكاسب؟ فيما يتعلق بالعالم العربي يجب أن ندرك ويجب أن نعرف أنه نحن أمام امتحان إذا صح التعبير بالنسبة للعالم العربي. ولما أقول امتحان أعني ما أقوله بالضبط. العالم العربي فاتت عليه فرص في الماضي كثيرة، ما يجب أن تفوت عليه فرص مستقبلية أبدا. العالم العربي زاخر ومليء بالمواهب، بالمنشآت، بالإمكانيات اللي تجعل العالم العربي في طليعة الأمم سواء في آسيا أو في أفريقيا. ليس فقط المنافسة على بطولات قارية ولكن على بطولات دولية أيضا. فمن هذا المنطلق أناشد، ومن هذا المكان الحقيقة الحكومات العربية مناشدة من الأعمام الاهتمام بالرياضة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أبو نواف، هناك في ظروف متشابهة في المنطقة العربية، حرارة الجو قد تكون متشابهة، بعض المواسم مشابهة، لكن أيضا هنا في المملكة العربية السعودية تباعد هذه المناطق. في المملكة العربية السعودية هناك في موسم هام جدا وكل الأمة الإسلامية تتجه إليه وهو موسم الحج في نفس الوقت، وهذا طبعا موسم أعتقد أنه تعمل السعودية كلها تتعطل. فكيف تقومون بتنفيذ هذه البرامج في مثل هذه الظروف الصعبة؟ المملكة العربية السعودية كما تفضلت في الواقع قارة من ناحية مساحتها الجغرافية. اختلاف الأحوال الجغرافية أو الجو فيها اختلاف هائل. يعني نجد في جنوب المملكة شيء مختلف تماما عن وسط المملكة، عن شمالها، عن غربها. يوجد في المملكة العربية السعودية حوالي 127 نادي رياضي منتشرة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. عندما وضعت أول خطة خمسية وثاني خطة خمسية وثالث خطة خمسية تم التركيز فيها على إيجاد منشآت تامة ومدن رياضية وأندية في جميع هذه المناطق. تحققت الحقيقة أكثر مما وضع في الخطة، يمكن بمرة وأكثر من نصف كمان، وهذا بفضل الله وتوفيقه واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الشخصي بالشباب والرياضة. جرت العادة أن الفرق العربية أو فرق الخليج لما تلعب هي اللي تجيب فرق قوية تدفع لها المبالغ. المملكة العربية السعودية وجه لها دعوة أنها تلعب في الدول المتقدمة في كرة القدم والعالمية، ويدفع الفريق المملكة العربية السعودية أيضا مقابل هذه المبالغ. نعم، هذا حدث والحقيقة كان مفاجأة، أقدر أقول أنها مفاجأة سارة، أنه وصلنا طلب من البرتغال لدعوة الفريق السعودي مقابل مبلغ جيد جدا للعب. مع الأسف لم نستطع لأن هذا سيصادف تصفياتنا في كأس العالم. الحقيقة أنا شعرت للسعادة، ما هو عشان المال بطبيعة الحال،
ولكن عشان أنه نظر للمملكة العربية السعودية بهذا الشكل. يعني هذا أنه فريق المملكة العربية السعودية حقق مكانة في العالم، وعندما يحقق الفريق السعودي في العالم أي مكانة، فأنا أعتقد أنه ممثل للفرق العربية، كما أنه أي فريق عربي آخر بالتالي نحن نعتبره يمثل المملكة العربية السعودية. فأيضا صح هذا تم وهذا صحيح وحصلت من البرتغال. نعم، طبعا هذه الحقيقة أنه هذه المكاسب بالفعل احنا حققناها في هذه المنطقة. سموك الحقيقة احنا الكلام معك قد يطول، ونتمنى من سموك إن شاء الله وللمملكة العربية السعودية كل التوفيق. وفي نهاية هذا الحديث نتمنى إذا كان لديك أي كلام قد أتطرق له أنا يمكن في هذا الحديث يكون هذا الحوار مفتوح يعني في هذا اللقاء. أنت غطيت ووفيت، والحقيقة أنا أيضا من جانبي أحب أشكركم جميعا وأشكر جميع الإخوان على إتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أنه هذا الفيلم الوثائقي يكون في خدمة الرياضيين العرب والشباب العرب، لأنه الهدف أولا وأخيرا هو هدف خير. وأختتم كلامي بحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق، وشكرا. شكرا. سعودي بس الله انه يشرف علمنا اخضر سعودي.